اهلا وسهلا بكم يا اصدقاء في فيديو جديد. انا سلمى حجاج ودي قناتي التحفه تحفه. وفيديو النهارده هكلمكم عن نوشن واهم حاجات تعرفوها عشان تبداوا شغل على نوشن وتنظموا حياتكم كلها عليه. واللي ما يعرفش نوشن هي تول او اداه متاحه اونلاين نقدر ان احنا نحملها او نستخدمها على الكمبيوتر وفي نفس الوقت برضو نستخدمها على الموبايل، وتقدروا تنظموا بيها اي حاجه تتخيلوها، تنظموا عليها شغلكم، تنظموا عليها المهام اللي وراكم، وتنظموا عليها كل تفاصيل حياتكم بشكل رقمي او بشكل ديجيتال. وانا كنت اتكلمت على نوشن في فيديو سابق وكان من اهم الادوات اللي انا بستخدمها عشان انظم حياتي كلها. هسيب لكم رابط الفيديو فوق هنا وتحت في صندوق الوصف. ودلوقتي بقى يلا بينا نبدا. اول حاجه دخلت على الويب سايت بتاع نوشن اهو notion.so، وهتلاقوا الرابط بتاعه تحت في صندوق الوصف. بالنسبه لنوشن فنوشن بيقدم خطط مدفوعه، لكن اللي يهمنا ان في خطه مجانيه، والخطه المجانيه هي اللي هنتكلم عليها النهارده وهي اللي انا حاليا بستخدمها. والخطه المجانيه فيها مميزات كتيره جدا وتقدروا تعملوا بيها شغل كتير جدا. الخطط المدفوعه غالبا بتكون مناسبه اكتر للناس اللي بيبقى عندهم فريق او تيم كبير، فعشان كده بيكونوا محتاجين خطط مدفوعه، لكن احنا هنستخدم الخطه المجانيه. فبعد ما دوست على برايسنج من هنا كده هختار من هنا كده جيت ستارتد عشان ابدا بالخطه المجانيه. لما دوست جيت ستارتد اقدر بقى ان انا اعمل اكونت على نوشن عن طريق ان انا ادخل الايميل بتاعي هنا، او عن طريق ان انا اضغط continue with جوجل، او ان انا اعمل برضو continue with ابل. فهكتب هنا الايميل بتاعي وبعد كده هقول له continue with ايميل. بيقول لي هنا ان هو بعت لي على الايميل ساين اب كود، فهروح افتح الايميل بتاعي عشان اشوف الايميل اللي وصلني دوت، وهلاقي جالي الايميل بتاع نوشن بالشكل دوت. بيقول لي هنا اعملي كوبي للساين اب كود دوت، فهختار كده وهعمل له كوبي. هرجع تاني للويب سايت بتاع نوشن وهعمل هنا بيست للكود اللي انا خدته وهقول له كرييت نيو اكونت. بعد كده بيسالني هنا لو عايزه اضيف صوره، اقدر اضيف الصوره اللي انا عايزاها. وهنا بيقول لي what should we call you، يعني اكتب اسمي او الاسم اللي انا عايزه اكون موجوده بيه. فمثلا هكتب هنا تحفه، وهنا هكتب باسورد ليا، وبعد كده هضغط continue. هنا بيقول لي انت عايزه تستخدمي نوشن لايه، فور تيم ولا فور بيرسونال يوز ولا فور سكول. هختار من هنا فور بيرسونال يوز عشان اتاكد ان انا في الخطه المجانيه، وهضغط continue. هنا بيسالني بقى شويه اسئله، ايه الورك اللي انا بعمله، نوع الشغل اللي انا بعمله، ايه هو دوري، وانا ناويه اعمل ايه بنوشن. الخطوات دي كلها مش مهمه فهضغط سكيب. وبكده بقى بدانا رحلتنا في نوشن. زي ما انتم شايفين، خلونا نقفل التاب دوت. زي ما انتم شايفين ده كده الشكل التقليدي اللي بيفتح اول ما نوشن يفتح لي. هنا بيقول لي لو عايزه بقى اشوف الاسئله ديت واشوف الهيلب بتاع نوشن، اوكي قفلتها كده بالشكل دوت. ودي البيج اللي فاتحه لي بتاعت نوشن اللي هي getting started. وتحت هنا على الشمال هلاقيه بيقول لي try notion for windows. اللي عايزه اقوله ان نوشن عندهم زي ابلكيشن نقدر ان احنا نفتحه على الويندوز يكون مستقل، بدل ما نفتح نوشن في البراوزر. ساعات واحنا شغالين بيكون في عندنا تابس بقى كتيره مفتوحه هنا، ممكن لبعض الناس يبقى اسهل ان هم يفتحوا نوشن كابلكيشن مستقل. طبعا موجود ابلكيشن لويندوز وموجود ابلكيشن لماك، تقدروا ان انتم من هنا كده تختاروا داونلود اب، ولما تحملوا الابلكيشن بتاع نوشن بقى تدخلوا برضو وتدخلوا نفس الاكونت اللي انتم دخلتوه هنا اللي هو الايميل والباسورد بتاعكم، والاكونت بتاعكم على نوشن هيفتح. نفس القصه برضو بالنسبه للابلكيشن اللي على الموبايل. وطبعا الابلكيشن برضو على الموبايل متاح للانظمه بتاعه الاندرويد والانظمه بتاعه الاي او اس للناس اللي معاهم ايفون. فمن هنا تقدروا تدوسوا داونلود اب. وزي ما انتم شايفين انا محمله الابلكيشن، ومن كتر ما انا بستخدمه عامله له بين هنا كده، وحاطه بقى فيه كل الحاجات بتاعتي هنا بالشكل دوت. هنا على الشمال هلاقي حاجه كده هنا الشريط الجانبي دوت او بيسموه السايد بار. السايد بار دوت لما اقف هنا كده على الخط دوت هلاقي العلامه دي، اقدر ان انا اشد كده واوسعه او اجي كده واصغره. السايد بار فيه كل البيجز بتاعتي موجوده هنا بالشكل دوت، وفي عده اوبشنز زي الاوبشن هنا بتاع نيو بيج، في الاوبشنز بتاعه السيرش وهنتكلم عليه في فيديو النهارده، في الاوبشن بتاع الابديتس، وفي الاوبشن بتاع السيتنجز برضو، وطبعا في هنا الاسم بتاعي. ومن هنا كده اقدر ان انا اقفل السايد بار خالص بحيث الصفحه بتاعتي او البيج بتاعتي تفتح لي بالكامل، واقدر ان انا اجي هنا اضغط على السهمين دول واضغط بالشكل دوت فالسايد بار يتفتح لي ويتحط لي هنا بالشكل ده. هنا زي ما قلنا دي البيج بتاعتي اللي موجوده ديفولت كده في نوشن بشكل افتراضي، اقدر ان انا احركهم بالشكل دوت واعيد ترتيبهم. اقدر ان اي بيج انا مش عايزاها، لو انا اصلا خلاص مش عايزه البيجز ديت لان هي جايه مع نوشن، اضغط هنا كده واضغط ديليت لو انا في اي بيج مش عايزاها.
وكمان لو في بيج هنا عندي، لان احنا لما نشتغل على نوشن هنعمل بيجز كتير قوي هيبقوا كلهم مترصصين هنا. لو مثلا البيج بتاع التاسك ليست ديت اكتر واحده انا بستخدمها، فبضغط كده واروح دايسه اد تو فيفورت، هتطلع لي فوق هنا بالشكل دوت، بحيث ان انا ما اقعدش ادور عليها كتير هنا في المكان ده. وخلونا بقى نرجع نشيل دي كده هنا من الفيفورت ونبدا نعمل بيج جديده في نوشن. وزي ما قلت لكم اي بيج من دول انا مش عايزاها هروح عامله لها ديليت. عشان اعمل بيج جديده في نوشن عندي كذا حاجه في هنا كده، اصلا تمبلتس يعني صفحات جاهزه اقدر ان انا هنا اعمل في السيرش لو عايزه تو دو ليست، عايزه اي صفحه جاهزه وادور عليها. عندي حاجات زي ريدنج ليست، هابت تراكر، لو انا عايزه حاجه جاهزه اقدر ان انا اضغط عليها وهتفتح لي بالشكل دوت، اتفرج عليها لو عجبتني اضغط جيت تمبلت من هنا. طب لو انا عايزه اشتغل بنفسي بقى واعمل صفحه من اول وجديد واصممها زي ما انا عايزه، عندي كذا اوبشن. يا اما من هنا كده اعمل اد ا بيج، يا اما من تحت هنا اختار نيو بيج، فهضغط اد بيج بالشكل دوت تفتح لي الصفحه بتاعت نوشن فاضيه، وحتى هيبقى اسمها انتايتلد، وهلاقي هنا صفحه جديده جت اسمها انتايتلد يعني بدون عنوان. المثال اللي هناخده النهارده مثلا ان انا عايزه اعمل بيج على نوشن انظم فيها الشغل بتاع انستجرام بتاعي. هعمل مثلا هنا كده الاسم بتاع البيج هسميها تحفه انستجرام، وهلاقي من فوق هنا كده لما بقف عند العنوان بيظهر لي الثلاث زراير دول. اول واحد هنا اد ايكون، اقدر ان انا اضيف للبيج ديت ايكون. زي ما انتم شايفين هنا تحفه انستجرام ديت جنبها ظاهر ايكون كده او صفحه بيضاء. هنا برضو لو دوست عليها اقدر ان انا ادوس تشينج ايكون واغير الايكون ديت. اضغط بقى من هنا كده اد ايكون، هلاقيه بيحط لي لوحده ايكون من عنده. اضغط على الايكون ديت، اقدر ان انا اختار الايكون تكون عباره عن ايموجي، او اختار ايكون من الايكونز بتاعت نوشن اللي موجوده هنا، واقدر هنا في السيرش اكتب اي حاجه، او ان انا كاستم يعني اعمل هنا ابلود لفايل لو انا عندي ايكون موجوده على الجهاز بتاعي. انا مش بحب قوي الايكونز اللي موجوده في نوشن، فبحب ان انا ادخل على ويب سايت زي فلات ايكون مثلا واكتب انستجرام او اكتب اي حاجه انا عايزاها، واحمل من هناك الايكون اللي تعجبني واروح رايحه تاني عامله لها ابلود. تاني حاجه برضو اقدر اضيفها هي اد كفر، وديت بتدي برضو شكل كويس للبيج بتاعتي. مجرد ما دوست اد كفر هلاقيه حط لي هنا كفر بالشكل دوت، بيحط لي برضو اي كفر من عنده. اختار كده هنا تشينج كفر، اقدر ان انا اختار من الجاليري اللي فاتح لي بالشكل دوت. اقدر من هنا ان انا اعمل ابلود لصوره معينه، اقدر انا احط برضو لينك صوره معينه، واقدر انا اختار من ان سبلاش، فهكتب من هنا مثلا كده ورك ديسك عشان يطلع لي صورة مكتب. دي الصور اللي انا بحب استخدمها، وهختار الصورة دي وهيحطها لي نوشن بالشكل دوت. اقدر ان انا اعمل ريبوزيشن من هنا، يعني احرك الصورة واخلي دوت الجزء اللي ظاهر منها اي مكان يعجبني. لما نيجي بقى عشان نبدأ نعمل الصفحة بتاعتنا بكل بساطة، هضغط هنا كده واقدر ان انا اكتب اي تكست انا عايزاه، اكتب اي نص. وعشان تبقوا عارفين اي عنصر بيتضاف في الصفحه بتاعت نوشن ديت نوشن بيسميه بلوك، فالصفحه بتكون مكونه من عده بلوكس. ايه البلوكس اللي انا اقدر اعملها في نوشن؟ اقدر ان انا البلوك الاولاني هو تكست زي ما انتم شايفين، اقدر من هنا اجي اضغط على الزائد ديت هيطلع لي البلوكس كلها اللي انا اقدر اعملها في نوشن. اقدر اكتب تكست يعني نص عادي خالص، اقدر احط بيج جديده جوه البيج نفسها اللي انا فيها اللي اسمها انستجرام، اقدر اعمل تو دو ليست. هيدنج ديت يعني زي عنوان بخط كبير، في هيدنج 1 و 2 و 3، كل ما انزل تحت الخط بتاع العنوان بيصغر. يعني هيدنج 1 هيكون عنوان كبير، هيدنج 2 هيكون عنوان اصغر منه، هيدنج 3 هيكون عنوان اصغر. اقدر ان انا احط تيبل، اقدر ان انا احط البوليتد ليست ديت اللي هي القائمه المكونه من عده نقاط. اقدر ان انا احط ارقام، واقدر ان انا احط توجل ليست، اقدر ان انا احط كل الحاجات ديت. اقدر ان انا اعمل منشن لبيج تانية، وفي حاجات كتيره قوي هنتكلم عليها بالتفصيل النهارده. نوشن بيدعم او بيساعد جدا ان احنا نعمل شغلنا بسرعه، واي حاجه بتساعد ان احنا نعمل شغلنا بسرعه هي معناه ان فيها كيبورد شورت كاتس او زراير في الكيبورد بتسهل علينا شغلنا. يعني مثلا بدل ما اجي واضغط على الزائد ديت هروح مختاره على طول سلاش من الكيبورد. لو عايزه هيدنج مجرد ما اختار كده هيدنج هتفتح لي الهيدنج على طول، اقدر ان انا اضغط هيدنج 1. ممكن من هنا كده اكتب افكار للمحتوى واروح ضغطه نقطتين فوق بعض انزل انتر. ممكن يا اما اختار السلاش وانزل واختار اللي هي البوليتد ليست ديت. ممكن كمان ان انا اختار من الكيبورد العلامه بتاعه الشرطه ديت، ومجرد ما ادوس سبيس هلاقي ليست فتحت لي. مثلا ممكن اكتب ريل عن نوشن، دي افكار المحتوى اللي انا عايزه اقدمها. ممكن كمان مثلا اكتب عن تنظيم الوقت، وبعد كده اضغط انتر هتروح لي البوليتد ليست ديت وهرجع تاني للتكست بتاعي. ممكن لو عايزه اكتب قائمه عباره عن ارقام اكتب 1 وبعد كده نقطه، وبعد كده اكتب
هلاقيه قبل على طول ان انت في الليست. يعني مثلا هنا اكتب فكرة رقم 1 وبعد كده اكتب هنا فكرة رقم 2 وهكذا. عندي بقى مثلا عايزة اخلي افكار المحتوى ديت عبارة عن ريلز مثلا وكاروسيل بوست، واخلي كل واحدة فيهم فيها قائمة لوحدها. اضغط السلاش او اضغط العلامة بتاعة الزائد واختار هنا كده توجل ليست، وهكتب من هنا كده ريلز مثلا، ومن هنا كده هكتب كاروسيل بوست، وبعد كده هفتح القائمة ديت وهنا كده بقى هكتب مثلا ريل عن نوشن، ان ديت الافكار بتاعه الريلز، وهنا مثلا هكتب ريل عن تنظيم الوقت. وكذلك برضو هنا اقدر ان انا اضغط كده، ممكن بدل ما اكتب حاجه جديده ان انا اجي اقف على ال6 نقط دول واسحب كده واحط دي هنا، وبكده يبقى عندي بقى زي قائمه منسدله كده بتفتح وتقفل فيها الافكار بتاعتي كلها. كمان اي نص في نوشن اقدر ان انا اتحكم فيه واعمل فيه عدة تغييرات، زي مثلا ان انا احدد الكلمة بتاعة التنظيم ديت. مجرد ما احددها هلاقي طلع لي البار دوت، اقدر ان انا اعمله بولد او اشيل البولد دوت، اقدر ان انا اخلي تحتيه خط او اخليه ايتاليك. كمان من هنا كده اقدر ان انا اغير اللون بتاعه، زي مثلا ان انا اخليه باللون الازرق بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وكل حاجة ليها اختصار، يعني مثلا البولد دوت ليه اختصار اللي هو كنترول بي، تغيير لون الخط دوت ليه اختصار. ولو حابين تعرفوا كل الاختصارات الموجودة في نوشن تقدروا انتوا تضغطوا على علامة الاستفهام اللي هنا ديت كده، وتضغطوا هنا كيبورد شورت كاتس، هتفتح لنا الصفحة اللي فيها كل الكيبورد شورت كاتس بتاعة نوشن. هنا الموست بوبيولر مثلا اكتر حاجات مشهورة كل واحدة ايه استخدامها. هنا الحاجات بتاعة الستايلنج مثلا ايه بيعمل بولد وايه بيعمل ايتاليك وهكذا. هنا برضو الشورت كاتس اللي ليها علاقة بالكونتنت نفسه، وهنا الشورت كاتس اللي ليها علاقة بالبلوكس. كل الشورت كاتس اللي انتوا محتاجينها وكل الشورت كاتس اللي موجودة على نوشن هتلاقوها موجودة هنا بالشكل ده. جنب اي بلوك نعرف منين ان ده كده بلوك منفصل؟ مجرد ما اقف جنب اي بلوك هلاقي جنبه ال6 نقط دول والعلامه بتاعه البلس او الزائد ديت. الزائد ديت مجرد ما ادوس عليها هيعمل لي بلوك تحت البلوك اللي انا فيه دلوقتي. يعني هنا في البلوك بتاع تنظيم الوقت اضغط زائد كده هيفتح لي بلوك تاني، واقدر ان انا اختار البلوك اللي انا عايزاه. كمان من ضمن البلوكس اللي انا اقدر احطها في نوشن ان انا مثلا اقدر من هنا ان انا اكتب ماب، هيفتح لي هنا كده جوجل مابس، وهنا ادخل اللينك بتاع اي لوكيشن عندي. فلنفترض مثلا ان انا عندي سلسلة محلات وكل محل ليه لوكيشن، اقدر ان انا اكتب مثلا فرع القاهرة واروح حاطه هنا اللوكيشن بتاعه، اكتب مثلا فرع اسكندرية واروح حاطه اللوكيشن بتاعه. وانا مجهزة اللوكيشن بتاع برج القاهرة دوت كمثال، هاخد اللوكيشن اللينك بتاع اللوكيشن دوت كده كوبي، وهاجي من هنا كده واحطه عشان افهمكم الغرض من الموضوع دوت، وهروح بعد كده دايسه امبيد ماب، هلاقي الخريطه ظهرت لي هنا بالشكل دوت بكل سهوله. وكمان اقدر ان انا احط روابط، يعني ممكن احط الرابط بتاع برج القاهره دوت كده بمجرد ان انا ادوس كنترول في، وهنا هيقول لي امبيد جوجل ماب عشان هو فهم ان دوت لينك الخريطه. لو دوست امبيد جوجل ماب هيتعمل لي بالشكل دوت. ممكن اقول له ديسمس لو انا عايزه احتفظ باللينك موجود عندي، روابط مهمه عايزه احتفظ بيها في نوشن. هنا هكتب مثلا موقع برج القاهره وهضغط دبل كليك هنا كده، هلاقي هنا لينك، او اقدر اضغط من الكيبورد كنترول كي زي ما هو قايل لي، واروح ضغط هنا كنترول في احط اللينك بتاع برج القاهره دوت، وهيقول لي لينك تو ويب بيج، هقول له لينك تو ويب بيج. مجرد ما ادوس على الرابط بتاعي دوت اهوت كده هيفتح لي الرابط بتاع برضو الخريطه او اللوكيشن بتاع برج القاهره. اقدر بقى ان انا احط روابط للبوستات بتاعتي على انستجرام، اقدر احط روابط للفيديوهات بتاعتي على يوتيوب، اقدر ان انا احط روابط للخدمات اللي انا بقدمها. حسب كل شخص ايه الحاجات بقى اللي محتاجها عشان ينظم حياته في نوشن، يقدر ان هو يستخدم المميزات الموجوده ديت بطريقه تخدمه هو. كمان من ضمن الحاجات اللي انا اقدر اضيفها هي صوره. لو نزلت تحت هنا كده خالص هلاقي ان هنا كده عندي ميديا، اقدر ان انا احط ايمج. لكن لو انا مش عايزه انزل تحت خالص، ممكن بعد ما اضغط سلاش اروح ضغطه ايمج بالشكل دوت واختار من هنا كده ايمج. طبعا اقدر اعمل ابلود لصوره، اقدر ان انا احط رابط صوره معينه، واقدر ان انا اختار من ان سبلاش الصوره اللي انا عايزاها، وليكن مثلا هختار الصوره بتاعه الورده دي بالشكل ده. وجنب كل اليمنت زي ما قلنا ان في عندنا الزائد اللي بقدر ان انا اعمل منه بلوك جديد، عندي كمان الست نقط دول. الست نقط دول يا اما اقف عليهم كده واسحب، لما اسحب كده اقدر ان انا احرك العنصر بتاعي واحطه في مكان تاني. زي ما انتم شايفين وانا بسحب بيظهر لي خط ازرق كده فوق، اقدر ان انا احطه هنا بحيث ان الصوره ديت تبقى فوق وموقع برج القاهره دوت يبقى تحت. مش بس اقدر ان انا اسحب اي اليمنت عندي واحطه فوق او تحت، لا كمان مثلا ممكن اسحب فكره رقم
1 ديت كده، وبدل ما احطها تحت فكرة رقم 2 لا انا هجيبها هنا لحد ما الخط الازرق دوت يظهر لي في الجنب، وبكده بقى فكرة رقم 1 ظهرت لي هنا وفكرة رقم 2 ظهرت لي هنا بالشكل ده. وطبعا الاتنين بقى رقمهم، دي رقمها 1 ودي بقى رقمها 1، لان الليست في نوشن المرقمة مفروض تبقى تحت بعضها، لكن بمجرد مثلا ما اقف هنا كده واضغط انتر هلاقي عادي الليست مكملة معايا. كمان عندي ال6 نقط دول احنا عرفنا بنعمل بيهم ايه لما نضغط ونسحب. ال6 نقط دول كمان يعني هنا مثلا ديت كده عندي ليست، لما اقف عليها واضغط ضغطة واحدة اقدر طبعا ان انا عندي اوبشن زي الديليت، عندي اوبشن زي الدوبليكيت يعني كرر لي الحاجة دي مرتين، عندي اوبشن تيرن انتو يعني مثلا انا عايزه احول ديت كده من numbered list لا عايزه احولها لهيدنج كبير كده بالشكل دوت واكتب تحتها كلام، عايزه مثلا احولها لتو دو ليست، والتو دو ليست اقدر ان انا اعمل عليها بقى تشيك كده بحيث يتعمل صح او تتشال الصح بتاعتي. ممكن كمان الفكرة الأولى ديت بدل ما أحولها كده لتو دو ليست وأحولها للحاجات ديت أقدر إن أنا أختار كمان turn into page، هلاقي إن هي بقت عندي بيج مستقلة، يعني بقى عندي بيج جوه البيج نفسها، مجرد ما أضغط عليها هلاقي بيج جديدة فتحت لي أقدر إن أنا أحط فيها تفاصيل كتيرة جدا. كمان لما أضغط هنا على السهم دوت هلاقي إن البيج الرئيسية اسمها تحفة انستجرام، والبيج الداخلية اللي جواها اسمها الفكرة الأولى، وهنا برضو من فوق هلاقي إن هنا أنا جوه تحفة انستجرام وجوه الفكرة الأولى أقدر إن أنا اخرج هنا بالشكل دوت. مثلا لو انا عايزه اكتب هنا مواعيد نشر المحتوى، بعد ما كتبت الهيدنج دوت اللي اسمه مواعيد نشر المحتوى حسيت ان انا مش عايزاها تبقى موجوده هنا مع كل الكلام دوت وعايزه احولها البيج برضو جوه هنا تحفه انستجرام، اقدر اعمل ايه؟ اضغط على ال6 نقط دول واختار هنا turn into page in، هيبقى هو حاطط لي بعض الصفحات المقترحه، لكن انا عايزه البيج اللي اسمها تحفه انستجرام، هكتب كده اول حرفين هلاقي البيج دي طلعت لي، اضغط كده تحفه انستجرام هلاقي عمل لي بيج جديده اسمها مواعيد نشر المحتوى، اقدر ان انا مثلا ادخل هنا كده واكتب ان مواعيد نشر المحتوى مثلا هي السبت مثلا ويوم الاثنين ومثلا يوم الخميس، وبكده حطيت هنا برضو في البيج الجديده التفاصيل ديت، هنا اقدر برضو احط ايكون واحط كفر والكلام دوت. دي كده كانت البيزك بلوكس في نوشن. طيب في بقى بلوكس في نوشن مهمه جدا اسمها داتا بيز، لما نضغط كده على العلامه بتاعه السلاش وننزل تحت هنا كده هلاقي ان عندي داتا بيز. من اهم الداتا بيز اللي انا بستخدمها وتقريبا الناس كلها بتستخدمها الداتا بيز اللي اسمها تيبل. هنكتب تيبل بالشكل دوت هيفتح لنا هنا المنظر دوت. ممكن لو انا عندي حاجه عايزه احولها تيبل اختارها من هنا، لكن انا من هنا اختار نيو داتا بيز وهسمي مثلا التيبل ديت المحتوى. هنا هكتب بدل كلمه نيم هكتب فكره المحتوى. الجدول بتاعي دوت اقدر اغيره واعمل فيه تغييرات كتيرة جدا. عندي الصف اللي بعده في الجدول انا عايزة هنا دوت يكون عبارة عن ايه، يعني ايه الحاجة اللي انا عايزاها. مثلا ممكن اسميه التاريخ او اسميه احسن تاريخ النشر. مثلا انا عايزة المحتوى دوت يتنشر امتى. هنا التايب ديت يعني الجزء دوت او العمود دوت من الجدول انت عايزاه ايه، هل عايزاه تكست كلام عادي يتكتب، عايزاه نمبر، عايزاه سيلكت يعني قائمة هتطلع لي هختار منها عدة حاجات، هختار مالتي سيلكت ولا ستاتس ولا ديت. انا هنا عايزه التاريخ النشر فطبعا هيبقى ديت. ممكن طبعا تشيك بوكس، ممكن احط صوره، ممكن احط رابط، كل الكلام دوت انا هنا عايزه اخليه ديت. بصوا مثلا لو انا كتبت هنا كده ريل عن تصميم، لا خلونا ما نكتبش بقى ريل، خلونا مثلا نكتب تصميم الجرافيك. انا هعمل محتوى عن تصميم الجرافيك. هنا مجرد ما اضغط عشان هو خلاص نوشن فاهم ان دوت هيبقى ديت، مجرد ما اضغط هيطلع لي الكالندر ديت. مثلا انا عايزه انشر المحتوى دوت يوم الجمعه 23. اقدر من هنا ان انا اضيف مثلا حاجه تانية، وليكن خلونا نختار هنا السلكت. اختار سلكت يعني ايه؟ يعني هنا حاجه هتطلع لي قائمه اختار منها حاجه واحده فقط. لو اخترت مالتيبل سيلكشن هتطلع لي قائمه اقدر ان انا اختار منها اكتر من حاجه. هنا مثلا هكتب النوع، يعني ايه نوع المحتوى اللي انا عايزاه. خلونا نقفل دوت كده عشان الدنيا تبقى اوسع. مثلا مجرد ما اضغط طبعا انا ما عنديش ولا اوبشن، فهكتب مثلا من هنا كده كلمة ريل واختار كرييت. هنا مثلا هكتب تنظيم الوقت، وليكن دي مثلا افكار المحتوى بتاعتي عايزة انشره يوم 31 ديسمبر. وهنا مثلا هكتب النوع كاروسيل اللي هو البوست المتعدد. هنا مثلا هكتب اهداف العام الجديد، وهنا مثلا اختار برضو التاريخ. هنا بقى مجرد ما ادوس هتفتح لي الحاجات اللي انا حطيتها. لو مثلا ديت ستوري هكتب هنا ستوري واروح مختاراها وبالتالي يختارها لي. خلونا مثلا نكتب هنا كده ستوري
ودي كده هتبقى ستوري عن اهداف العام الجديد واحطها مثلا يوم 29. اي حاجة من دول اقدر ان انا اضغط هنا اوبن، هتفتح لي صفحة كاملة. هنا كده اقدر احطها في النص، هنا كده اقدر اقفلها، وهنا اقدر ان انا اكبرها بحيث اقعد في الصفحة بتاعتي دي زي ما انا عايزة. هنا التفاصيل بتاعت تاريخ النشر والنوع، وهنا اقدر بقى اكتب المحتوى مثلا اللي انا عايزاه، سكريبت او اي حاجة. هرجع تاني كده لتحفة انستجرام، هلاقي الجدول دوت موجود عندي بالشكل ده. اقدر كمان ان انا اضيف حاجة تانية، وليكن مثلا الحاجة ديت هي الستاتس بتاعتي. انا عايزة الستاتس ديت هو بيديني كده زي ديفولت الحالة، يعني هل هي not started ولا in progress ولا done. الستاتس دي حلوة جدا في to do list، اقدر ان انا اخليها بالعربي. يعني لو انا مش عايزة كلمة not started اخليها مثلا لم يتم البدء. وممكن بقى اختار انا عايزة الستاتس دي يكون لونها احمر عشان احس كده بالخطر، حاجات لسه ما اتبدأتش. in progress برضو ممكن يعني اغيرها اعدلها واختار هنا مثلا اي كلمة انا عايزاها، واختار برضو اللون اللي انا عايزاه. هاجي بقى كده من هنا مثلا واختار الستاتس. لو انا الريل ديت مثلا خلاص اتنشرت، اقدر انا اختار done، او ان انا اعدل اصلا على كلمة done ديت واخليها تم النشر. الريل ديت مثلا بتاعه تنظيم الوقت انا شغاله فيها حاليا، فاقدر انا اختار كده in progress. اقدر كمان اعمل ايه؟ اقدر كمان اضيف عمود كمان واخلي العمود دوت نمبر. مثلا النمبر هنا هخليه ارقام مثلا، وليكن خلونا نكتب عدد اللايكات مثلا. طبعا النمبر هنا في البيج بتاع تنظيم المحتوى ديت مش هيفيدني بحاجه، انا بس بديكم مجرد مثال. لكن مثلا النمبر ديت انا بستخدمها لما باجي اعمل بيج، او انا عندي بيج اصلا في الاكونت بتاع نوشن بتاعي فيها المصاريف والفلوس اللي انا بصرفها، فبيكون مفيده جدا ان انا هنا كده اكتب الارقام. مثلا ان انا صرفت اشتريت مثلا الحاجه الفلانيه بالتاريخ الفلاني ودفعت الرقم الفلاني. اقدر مثلا اقول ان البوست دوت جاب لي 100 لايك، او ان انا لو بقى بتكلم على فلوس دفعت 100 جنيه. هنا بقى هتلاحظوا ان عندي هنا كده اقدر امشي وهلاقي تحت كل عمود من دول فيه كالكوليت. اقدر اكالكوليت ايه؟ مثلا لو حاجه فيها ارقام، فالارقام ديت اقدر ان هو اكتب sum، يعني مجموع الارقام ديت. يعني لو هنا مثلا كده ده جاب 100 لايك، او لو انا دفعت 120 مثلا جنيه في حاجه، وهنا دفعت 100 جنيه، فهيكتب لي في الاخر ان هو فيه 220 جنيه. اقدر ان انا برضو اما اضغط كاونت اول هيقول لي في كام ايتم هنا. يعني لو انا بس عايزه اعرف عندي كام فكره، هلاقي ان هنا عندي 3 افكار موجودين. اقدر اعمل ايه تاني بالجدول دوت؟ اقدر ان انا اعمل فلتر، واقدر ان انا اعمل سورت لو انا عايزه ارتبه. اقدر ان انا ارتبهم بتاريخ النشر مثلا تصاعدي او تنازلي، بحيث الحاجات الحديثه تظهر لي فوق والحاجات القديمه تظهر لي تحت، او العكس. مثلا هنا كده descending، هنلاقي ان الحاجات القديمه هي اللي ظهره لي تحت. عايزه الغي بقى السورت او الترتيب دوت، اضغط هنا كده واختار ديليت سورت. مثلا اقدر من هنا اعمل فلتر، والموضوع دوت بيفيد لان الجدول دوت بعد كده بيبقى طويل جدا ومش بتقدروا تلاقوا فيه حاجات بسهوله، فالفلتر بيسهل كتير. اضغط على فلتر مثلا ديت كده واقول له اختار لي النوع، وعايزه بس يظهر لي الحاجات اللي جنبها ريل، او عايزه يظهر لي الحاجات اللي جنبها ريل وكاروسل فقط. واشيل هنا بالشكل دوت كده، واضغط من هنا واقول له ديليت فلتر لو انا مش عايزه. او مثلا عايزه فلتر وفلتر حسب الستاتس او الحاله، مثلا اظهر لي الحاجات اللي لم يتم البدء بعد عشان اشتغل فيها. برضو ينفع الكلام دوت لو انا بعمل تو دو ليست، برضو الجدول دوت مفيد جدا. طيب عندي انواع تانية من الداتابيزز. خلونا الاول نعمل بس ديليت للفلتر دوت. نفس الداتابيز ديت او نفس التيبل دوت اقدر اغير الشكل بتاع الفيو بتاعه عن طريق ان انا اضغط على الزائد ديت كده، وهيقول لي عايزه تعملي فيو بشكل ايه تاني. الفيو بتاع البورد دوت مفيد جدا زي ما انتم شايفين كده. مجرد ما اضغط بورد هلاقي البورد ظهرت لي بالشكل دوت. هنا كده الريل، هنا الستوريز، وهنا الكاروسل. طيب لو انا عايزاهم ما يظهروليش كده، عايزاهم يظهروا لي بحيث اللي لم يتم البدء هنا، والحاجات اللي in progress هنا، والحاجات اللي done هنا. هضغط على كلمة بورد ديت وهختار edit view. من هنا كده هلاقي جروب ان هو عامل لي جروب ليهم حسب النوع. طب لا، انا مش عايزه جروب حسب النوع، انا عايزه جروب حسب الستاتس. فاختار جروب باي ديت كده وهختار هنا الستاتس. هلاقيه ظهرهم لي بالشكل دوت، ان الحاجات اللي لم يتم البدء هنا، والان بروجرس هنا، والدان هنا. برضو دي طريقه حلوه جدا ان احنا نعمل بيها تو دو ليست. وبقدر مثلا اسحب الحاجه الان بروجرس لو انا خلصت تنظيم الوقت ديت، اسحبها واحطها هنا. مجرد ما حطيتها هنا هي خلاص كده بقت دان. ولو جبت التيبل هلاقي ان تنظيم الوقت ديت عملها لي دان. في داتابيز برضو تانية مفيده جدا، وهي الداتابيز بتاعت
الكالندر. مجرد ما ضغطت الداتابيز بتاعت الكالندر فتحت لي النتيجه او التقويم او الكالندر دوت. اقدر ان انا لو عامله تو دو ليست اروح ضغط على طول الكالندر واجي مثلا النهارده اشوف ايه المهام اللي ورايا هلاقيها موجوده في اليوم دوت. انا مثلا صناعه محتوى وعايزه اشوف ايه الكونتنت اللي انا عايزه اعمله خلال الاسبوع دوت، هلاقي ان يوم 23 ورايا الحاجه الفلانيه، مجرد ما اضغط عليها هلاقيها بتتفتح لي، اعرف ان هي ريل. وطبعا هنا لو كاتبه السكريبت او اي تفاصيل هلاقيها مكتوبه. لقيت مثلا فكره محتوى جديد عايزه انشرها يوم 25، هروح ضغطه كده وهكتب مثلا هنا ان فكره المحتوى بتاعتي هنا عن الطباعه بالطلب، هلاقيها عندي بالشكل دوت اتضافت لي هنا. ولما ضغطت هنا مثلا كده اقدر ان انا عايزه اعمل الطباعه بالطلب دوت ريل ولا كاروسل ولا ستوري، لا انا عايزه اعمله ريل، اروح مظبطها هنا بالشكل دوت. طب انا بدات شغل فيها، اروح ضغطه ان بروجرس واضغط هنا، هلاقي عندي كل الفيوز ديت موجوده هنا بالشكل دوت. اقدر بقى الطريقه اللي تعجبني او الطريقه المناسبه ليا دلوقتي اروح ضغطها بالشكل ده. لما افتح السايد بار بتاعي من هنا، خلونا نركبه كده ونلزقه هنا، هلاقي ان عندي المحتوى ديت. اقدر برضو من هنا على طول لو مش عايزه اختار من هنا ان انا ادخل واختار كالندر. فلنفترض ان انا فتحت نوشن النهارده وكنت موجوده في البيج اللي اسمها تاسك ليست ديت وعايزه اروح اشوف ايه الكونتنت او المحتوى اللي انا هنشره خلال الاسبوع دوت، اروح ضغطه بكل سهوله كالندر تفتح لي واشوف ايه المحتوى اللي ورايا خلال الاسبوع ده. كذلك اقدر ان انا اعمل اي داتابيز من دول لوحدها. يعني لو انا من البدايه عايزه اعمل داتابيز اللي هي اسمها بورد، اضغط انتر بالشكل دوت كده وهنزل تحت عند داتابيزز وهختار بورد فيو، وهقوله لو انا عايزه البيج اللي اسمها المحتوى هي اللي تبقى موجوده هنا بفيو مختلف، ممكن اكون عايزاها جدول وعايزاها برضو في نفس الوقت بورد تحت بعض، ولا انا عايزه اعمل نيو داتابيز هقول نيو داتابيز. ومن هنا برضو اقدر ان انا بقى اختار واعدل زي ما انا عايزه على كل حاجه. عندي كمان داتابيز تانية اللي اسمها تايم لاين. زي ما انتم شايفين تايم لاين دوت بيكون شكله شبيه للكالندر شوية بس يعني بشكل مفروض كده. الاقي هنا مثلا انا عندي يوم 23، انا هنا في يوم 21، كل بقى الايام اللي عندي فيها التايم لاين بتاعي اقدر ان انا اشوف اي حاجة. وكذلك برضو اضغط عليها اقدر ان انا اشدها كده بحيث ان هي تاخد اكتر من يوم، لو عندي مثلا ايفنت او حدث او حاجة بتابعها او حاجة عايزاها تحصل في الوقت دوت. مثلا بتابع الاناليتكس مثلا او الاحصائيات، عايزه اشوف الفيوز وصلت كام من يوم 31 ليوم 6. لو مثلا دي فتره اعياد عايزه اعلم عليها ان ديت اجازه وعايزه مثلا اعمل محتوى ساعتها عن الاعياد وهكذا، اعمل لها هنا في التايم لاين. وفي اي بيج بقى عندي على نوشن هلاقي عندي عده اوبشنز. من فوق عندي النجمه ديت كده بقدر ادوس عليها فالبيج ديت تتحط لي في الفيفوريتس هنا، واقدر اشيلها فالبيج ديت تتشال من الفيفوريتس. اقدر ان انا اضغط على الثلاث نقط دول بالشكل دوت، اتحكم في الخط. انا عايزه الخط يكون بالشكل دوت ولا بالشكل دوت اللي انا عايزاه، عايزه الخط يكون صغير ولا عايزه الخط يكون كبير. هنا موف تو لو البيج دي اصلا انا عايزه احطها في بيج تانية، وليكن ان البيج بتاعه تحفه انستجرام اللي احنا فيها ديت انا عايزه انقلها لبيرسونال هوم مثلا، ديت ده فرض يعني كده غير واقعي. اضغط هنا كده واكتب بيرسونال هوم هلاقيها ظهرت لي هنا، هضغط واروح نقلها لكن انا مش عايزه انقلها. اقدر كمان من هنا ان انا اعمل لوك بيج، وليكن انا في حد معايا وعايزه اوري له البيج ديت لكن خايفه مثلا ان الحد دوت يلعب فيها، او انا مثلا كنت قاعده بشتغل في البيج ديت والبيت فيه اطفال وهسيب اللابتوب هقوم اعمل حاجه وعايزه ارجع ابقى متاكده ان محدش هيلعب لي في البيج ديت او يغير لي فيها حاجه. هختار من هنا كده لوك بيج. مجرد ما اخترت لوك بيج ما اقدرش اعدل على اي حاجه خالص، يعني اقدر افتح لكن بصوا واحدد حاجات لكن ما اقدرش اكتب. انا دلوقتي بكتب على الكيبورد ومفيش اي حاجه بتتكتب لي. اقدر ان انا مثلا افتح دي كده واضغط عليها مفيش اي حاجه خالص بتتكتب، حتى العلامه بتاعه الزائد اللي هنا اللي هي بضيف بيها بلوك جديد مش موجوده. عايزه ارجع تاني واعمل انلوك للبيج هروح ضاغطه كده وعامله انلوك للبيج. حاجه كمان بقى مهمه جدا في نوشن وهي ان ساعات بنكون كتبنا حاجه في بيج معينه ونيجي تاني يوم او بعدها بفتره مش فاكرين خالص الحاجه دي كتبناها فين. فنوشن عاملين الاوبشن بتاع السيرش دوت. خلوني مثلا اجي هنا كده عند البيج اللي اسمها جورنال ديت وليكن انا كاتبه حاجه عن الطباعه بالطلب لكن مش فاكره الحاجه دي خالص موجوده فين. هضغط هنا كده سيرش وهبدا بقى اكتب الطباعه. مجرد ما اكتب اصلا هلاقيه بيطلع لي الحاجات اللي فيها الطباعه بالطلب. اضغط هنا كده هيفتح لي الطباعه بالطلب بالشكل دوت. نوشن نقدر نعمل بيه حاجات كتيرة جدا، وانا كنت ذكرت قبل كده امثلة عن الحاجات اللي انا عاملاها بنوشن على الاكاونت بتاعي. انا عاملة البيج ديت اسمها العشوائية المنظمة. هنا بحط اي مهام عشوائية بتيجي في بالي بخصوص البيت، لان مش كل مهمة بتيجي في بالنا نقدر ان احنا نعملها دلوقتي. ولكن لقيت حاجة مش مترتبة، حاجة عايزة اروقها، حاجة عايزة ادور عليها بس ليها علاقة بشغل البيت بحطها هنا، حاجة ليها علاقة بالشغل بروح احطها هنا. طبعا جوه هنا متقسم سيكشنز ومتقسم لتفاصيل تانية.
عندي بيجز عن حاجات كتيرة مختلفة. عندي بيج عن البيت، عندي بيج عن الاستشارات اللي بقدمها، كل التفاصيل اللي العملاء بيقولوها لي او اي حاجات انا بقولها لهم بحطها هنا. عندي بيج عن البلوج بتاعي او الويب سايت بتاعي، عندي بيج عن الفلوس، الريدنج ليست، الحاجات اللي انا عايزه اقراها والحاجات اللي انا بقراها حاليا. عندي بيج عن تحفة شوب المتجر بتاعي واليوتيوب. كل التفاصيل ديت موجودة عندي على نوشن. مثلا من الحاجات اللي انتوا تقدروا تعملوها زي البيج بتاعت هوم ديت، انا حاطة فيها حاجات كتيرة جدا. هنا سحرات السرير موجود فيها ايه، تنظيم الوجبات، كل الوجبات اللي انا بعرف اعملها موجودة، الوصفات. عندي هنا ديت منقذة ليا حقيقي لما باجي نازلة السوبر ماركت، بما ان نوشن كمان موجود عندي على الموبايل، فالبيج ديت فيها طلبات البيت. هنا الحاجات الفئة بتاعتها ايه. هنا الحاجات اللي مش موجودة وانا عاملة برضو سورت ليها، بحيث ان اللي مش موجود واللي قرب يخلص يظهروا لي الاول، والحاجه اللي موجوده تظهر بعد كده. مجرد ما حاجه تنقص في البيت بحب ان انا ادخل مثلا واكتب ان وليكن خضره المحشي دي خلاص ما بقتش موجوده، بروح كاتبه غير موجود، الاقيها طلعت لي فوق. انا مثلا اشتريت سردين من كام يوم، بروح حاطه موجود، هلاقيه نزل لي تحت. بتسهل عليا حقيقي كتير جدا لو انا بره في السوبر ماركت ما كتبتش لسته معايا، الحاجات اللي موجوده في البيت مذكوره تحت والحاجات اللي مش موجوده مكتوبه فوق، اروح رايحه على طول وشارياها. او حتى الليسته ديت ممكن انقلها على ورقه قبل ما انزل واروح اعمل شوبينج واشتري الطلبات بتاعه البيت. دي كانت اهم النقاط اللي ما تقدروش تستغنوا عنها في نوشن، ولو اتعلمتوا النقاط المذكوره في الفيديو ديت هتقدروا تستخدموا نوشن بكل سهوله. طبعا في حاجات تانية في نوشن مور ادفانسد ومتقدمه اكتر، لو حابين ان احنا نتكلم عليها في فيديوهات جايه، لو حابين ان احنا نعمل سوا بيج معينه ليها علاقه بيوتيوب او بيج معينه ننظم عليها الشغل بتاع انستجرام بالتفصيل بقى. طبعا النهارده كان يعني مجرد بس كلام عشوائي عشان نشرح الفيتشرز او الخواص اللي موجوده في نوشن. حابين اوريكم ازاي بنعمل البيج بتاعت طلبات البيت ديت بالتفصيل. اي بيج تيجي في بالكم او اي حاجه معينه حابين انتوا تنظموها على نوشن، اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه البيج اللي انتوا عايزين ان احنا نعملها بالتفصيل في نوشن. عايزين مثلا نعمل بيج عن اهداف السنه الجديده والتخطيط للسنه الجديده، اكتبوا لي برضو تحت في التعليقات كل الافكار اللي عندكم. ولو بداتوا بالفعل تستخدموا نوشن بعد الفيديو دوت، ما تنسوش تعملوا لي منشن في ستوري او تبعتوا لي على انستجرام، عشان بفرح جدا بالرسائل بتاعتكم وبفرح جدا لما احس ان في حد فعلا استفاد من الفيديوهات بتاعتي. ودي كانت كل حاجه الفيديو النهارده. ما تنسوش ان انتوا تقدروا دايما تدعمونا بشكل مجاني عن طريق ان انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب، فعلوا الجرس وتختاروا اول عشان يوصلكم كل جديد. كمان تقدروا تتابعونا على المدونه فيسبوك تليجرام وانستجرام، هسيب لكم كل الروابط دي تحت في صندوق الوصف. والى اللقاء في فيديو جديد، دمتم بخير، باي باي.